غلط كده. المهم يعني بصوا يا جماعة، الناس اللي بتقعد تترحم على مبارك في إطار موضوع المستوطنين، وإن السيسي ملا بلدنا بالهكسوس ودخلهم دخلهم من تاني بلدنا. فهم بيترحموا على مبارك. انا عايزه اقول لهم ذاكروا كويس ايام مبارك عمل فينا ايه. مبارك دخلنا لاجئين عراقيين، وكانوا برضو بأعداد كانت كبيرة، واستوطنوا أكتر، وبرضو غلوا عليها الأسعار. الناس القدام مش الشباب بتاع دلوقتي هيفتكر الكلام اللي أنا بقوله ده وهيأمن عليه. فكانت نفس القصة. مش هتكلم على ان قبلها الكويتة لما دخلوا سنة 91 وكانوا بيقلوا ادبهم على المصريين، بس على الاقل ايه، غاروا في 60 داهية على بلدهم. انا بتكلم بقى على اللي قعدوا واستوطنوا حرفيا، هم العراقيين جم قعدوا في اكتوبر وما مشيوش، ما حدش مشي. تمام. وافتكر ان كان في مشاكل برضو كانوا بيعملوها نتيجه افتكر حاجه. كان مره باين حد اتمسك علشان حاجه ليها علاقه بالطائفه او حاجه طائفيه، حاجه كده يعني بالنسبه لهم هم يعني. فدي كانت ايام مبارك دخل لنا مليون لاجئ سوداني وما طلعوش. والناس اللي ساكنه في عين شمس عارفه كده كويس قوي. انا نفسي حكيت لكم على الموضوع ده قبل كده، انه انا والدي نفسه شاف، كان في وسط البلد برضو نفس الاستحقاقيه وقله الادب والتجرمه، لما كانوا بيقعدوا كباعه جائلين في وسط البلد في وسط الطريق. ففي مصري بيتخانق مع واحد كلب سوداني، بيقول له ما تغوروا عليكم بقى، قرفتونا. فالراجل الكلب اللاجئ السوداني بكل استحقاقيه وسفاله وقله ادب وتجرمه، ايام مين؟ ايام مبارك. قال له انت ما تقوليش ارجع على بلدك، انا مبارك هو ابويا، مبارك هو اللي يقول لي ارجع او ما ترجعش. وطبعا ما حدش رجع، لان مبارك اللي انتوا بتترحموا عليه كان عامل اتفاقيه اسمها الحريات الاربعه، ما فيها ان مواطنين البلدين اللي مصر والسودان، او الدوله اللي كان الخرابه اللي اسمها السودان، يدخلوا البلدين من غير تاشيرات. تمام. وليهم حق التملك الاراضي والعقارات وحاجات زي كده. تمام. مصر نفذت الاتفاقية ديت. السودان رفضت تخلي المصريين يتملكوا في أراضيها، علشان إيه؟ الأمن القومي اللي هو البقاء لله فيه أصلا دلوقتي. ده بلد مفشوخة من كل حاجة ومتقسمة ومتنيلة، بس أمنها القومي قدام مصر. ومصر عملت ايه عشان امنها القومي؟ ولا حاجه. دخلتهم من غير تاشيرات، خلتهم يتملكوا، قاعدين في بلدنا منتهى الاستحقاقيه وما روحوش بلدهم. ده اللي بيقولوا او بيترحموا على مبارك. فقبل ما تترحم على مبارك ذاكر الراجل ده ليه قامت عليه ثوره. جزء منها تآمر وكل حاجه، بس التآمر كان بعلمه، يعني هو عارف. واقروا كتاب احمد موسى بتاع اسرار، وكنتوا تابعوا كده لو كنتوا بتتابعوا الجرايد وقتها، ان كان في تقارير مخابراتيه من عمر سليمان الله يرحمه لمبارك، وما عملش ما اتخذش اي اجراء. كمان الناس اللي عملوا المؤامره اصلا كانوا بيطلعوا بولندا، بيتدربوا على تخريب البلد، جوه البلد وبره البلد، على عين الدوله، والدوله كانت عارفه. فما حدش يجي يقول لي ايه مؤامره. لا، هو الراجل ده اسس 30 سنه ودخلنا برضو لاجئين، وكانت نفس الاستحقاقيه ونفس الحقوق بتاعه المواطنه، اللي انا ما اعرفش احنا بنجيبها منين، ومصممين على كلمه الاخوه والاشقاء، رغم ان هم عمرنا ما شفنا منهم اخوه. ما فيش حاجه في السياسه اسمها اخوه. حتى الصحفيين واليوتيوبرز، الناس المحترمه اللي شايفه ان ما فيش لا اخوه ولا اشقاء في السياسه، برضو بيرددوا نفس الكلمه اخوه واشقاء ومش عارف ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنيئا لكم يا جماعة، الدولة طلعت قرارات جديدة برضو مفادها ايه، نلف ونرجع تاني، انه برضو بتدي لهم فرص، واللي داخلين تهريب برضو بتدي لهم فرصة عشان يقننوا اوضاعهم. اوضاع ايه؟ انا ما اعرفش، وحسبي الله ونعم الوكيل.